ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو ده مختلف شوية. في واحد من المتابعين الأوفياء للقناة سألني سؤال ذكي جدا ومحير. قال لي يا إسلام، احنا عارفين ان يأجوج ومأجوج محبوسين ورا السد، بس هم بياكلوا ايه بقالهم آلاف السنين؟ وعايشين ازاي دلوقتي تحت الأرض أو ورا الجبال دي؟ بصراحة السؤال عجبني جدا، وقررت أعمل لك الفيديو ده عشان نجاوب سوا من واقع الأحاديث والروايات. جهز حالك، لأن اللي هتعرفه النهاردة عن مطبح يأجوج ومأجوج هيصدمك. يلا بينا. أول حاجة لازم نعرفها إننا بنتكلم عن بشر، مش كائنات فضائية، يعني بيجوعوا وبيتعطشوا ومحتاجين طاقة. العلماء بيقولوا إن المكان اللي هم فيه ربنا سخر ليهم فيه نظام بيئي خاص بيهم. بما إنهم محبوسين ورا سد عظيم، فالأرجح إن عندهم زراعة خاصة بيهم أو نوع من النباتات اللي بتنمو في الضلمة أو في ظروف صعبة. وفي روايات بتقول إن عددهم مهول جدا، لدرجة إن لما يخرجوا في آخر الزمان أولهم هيشرب مية بحيرة طبرية كلها. تخيل حجم العطش والجوع اللي هم فيه. طب عايشين إزاي دلوقتي؟ كل يوم من آلاف السنين هم عندهم شغلانة واحدة بس، بيحفروا في السد عشان يخرجوا. يفضلوا يحفروا طول النهار لحد ما يشوفوا شعاع الشمس، فيقول قائدهم ارجعوا وهنكمل حفر بكرة. فيرجعوا يلاقوا السد رجع أقوى وأصلب من الأول بقدرة ربنا. عايشين في حالة حبس مع وقف التنفيذ، بينتظروا الكلمة اللي هتغير مصيرهم لما القائد يقول إن شاء الله. الحكمة من وجودهم مش بس الرعب، الحكمة هي إننا نعرف إن في قوة في الكون ده محبوسة بأمر الله، وإن الأكل والشرب والحياة اللي هم فيها هي رزق مؤقت لحد ما يجي وقت الاختبار الأكبر للبشرية. يأجوج ومأجوج مش مجرد قصة، دول حقيقة مستنية لحظة الانطلاق. شكرا لصاحب السؤال الذكي ده. لو عندكم أي أسئلة تانية عن خبايا آخر الزمان أو الغموض التاريخي اكتبوها في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان نجاوب على سؤالك الفيديو الجاي. أشوفكم على خير، سلام.